السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالتي الصوتية رد على الأخت الإماراتية التي تعتقد أننا نرى من دبي نجمة في السماء ونتمنى أن نصبح مثل بنات دبي. لا يا أختي، الله يسعدك، أنت إماراتية وتكلمي عن بلدك بما شئتي. نحن السعوديات راضيات، وإحنا ولله الحمد نبي حجابنا وغطانا وسترنا، والليبراليات قليلات جدا ويكادون يكونون لا يذكرون، وخليهم يروحون لدبي اللي جايزت لهم. أما حنا قرنا في بيوتكن وعلينا طهر وغطاء وصلاة وعبادة ولله الحمد والمنة، وإن كان في شيء بسيط من بعض الأجانب الموجودة عندنا لا يذكر ولن بإذن الله يأثر في طباعنا. وتركوا العالم ومشاكله وأشياء كله وأشغلتهم المرأة السعودية وقيادته. مين قال إننا نبي نقود؟ إحنا نقود بيوت، إحنا نقود ولله الحمد مجتمعات إسلامية صحيحة. إحنا الحمد لله شوفي خرب الخليج مين طلع؟ أكثر شيء السعودية. فالأم السعودية أم مدرسة بجميع المقاييس، دين وخلق وأدب صلاة وعبادة. ولا نبي نفتح بلدنا مثل دبي، الله يهدي من فتحها. أصبحت بؤرة فساد، أصبحت بؤرة للأسف ما ودي أهرجانه لأنهم أخواننا بالإمارات ولا أحب أقول هالشيء، لكن هذا صحيح. العالم كله يجي لدبي ليه؟ أحلى بلد؟ لا والله، عندكم جو حار جدا، لكن فتحتوا البلد بمصراعيه لكل أشياء الفساد. احنا على فكرة مشطنا العالم كله ودرنا بعبينا وبغطانا وبالتزامنا وبسترنا، ولا عمرنا فكرنا لا بدبي ولا بغيره. ولا مرينا لدبي نمر مرور ونستاذي من اللي نشوفه بالدور الأرضي من مراقص ومن ناس داخلة وطالعة أشكال وألوان عري وشبه وكل الأشياء اللي فيها. حسبنا الله ونعم الوكيل. تكلمي لو سمحتي عن الإمارات فقط، أنت لست مؤهلة ولا نسمح لك تتكلمين بلسان المرأة السعودية. حنا راضيين، ولا بدرية البشر ولا بدرية البشر ولا الغيث يتكلم بألسنتنا. اللي يتكلم بهالألسنة هم ما يكادون يذكرون بهالمجتمع السعودي. شكرا يا أختي، السلام عليكم.